السلام عليكم. طبعا انا مش لاقي كلام اقوله. لابس اسود على الف مبروك للنادي الاهلي. فريق واداره تستحق الاشاده، رجاله في الملعب ورجاله برا الملعب. اما احنا مش عارف اقول ايه، مش عاوز اقول الفاظ، بس هحكي لكم على حاجه. كان يا مكان كان في فريق اسمه نادي الزمالك. كان الفريق ده محبوب، مش من مصر بس، كان محبوب من يعني كلها. كان فريق محترم، كانت بيلعبوا كورة، كانوا مسمينهم لقب الفن والهندسة. الفريق ده من وقت ما مسك مرتضى منصور، لو تفتكروه يعني، وبيجي الفريق ده دايما في مشاكل ومستواه في النازل. ويوم ما كان ياخد دوري كان يزيد، وفي افريقيا يطلع حصالة، وفي الاخر يتكلم على اسياد افريقيا. انا من هنا بقول ان الاهلي اسياد افريقيا غصب عني وغصب عن عين اي حد زملكاوي. الاهلي من اسياد افريقيا، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخبط راسه في ادخل حيط. تمام. الحق حق. فريق قاتل، حظ وقف معاه، ماشي يا سيدي. امال احنا يا اخواننا ما فيش حظ يوقف معانا، ولا في حد عدل يوقف معانا، ولا في بس داخلين في مشاكل وحوارات بسبب الباشا مرتضى. يا اخي ابوك وابو اللي جابك، يا اخي انت مين اصلا؟ الجمعيه العموميه دي شويه مش عارف غير نقول تيت، شويه تيت. دي الجمعيه العموميه نلتفوا يطلع ميدو التف حوالين النادي. احنا ابناء النادي يا باشا، ابناء النادي، ومعانا واحد قليل ادب. ابناء النادي، واللي يعجبه يكتب اسمه في حديقه مش عارف مين، اللي ما عجباش يشيل اسمه من الحديقه. يا اخواننا مش كده. من النهارده هقول لك النادي بدأ ينضف. عشان يوقف النادي الزمالك بياخد فتره ماليه. قلت لك كان يا مكان لما كان للامجاد كان على الاقل بينافس الاهلي. حتى يا سيدي يوم ما كان ينافس الاهلي والاهلي خد الدوري كان يطلع هو وصيف. لكن احنا من وقت ما ركب مرتضى ولا قادرين نوصل وصيف، ولا قادرين، دايما بندخل في افريقيا حصاله. كنا نقول لا احنا الدوري اهم حاجه عندنا الدوري. حلو، نطلع من الدوري، لا 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 نبص على افريقيا. افريقيا احنا افريقيا، نطلع من افريقيا نلاقي الزيطه. يا ده احنا وصل، اقسم بالله العظيم انا عندي 37 سنه اول مره اشوف ناس بتتفرج على اليد، السله، الطايره، السباحه. احنا ما كناش نتفرج على دي. احنا ناس بنحب كره القدم، بنبصوا في كره القدم. لا هو الزمالك فشل في كره القدم يبقى ارمي، لا احنا بطل الصلاه، احنا ملوك مش عارف ايه. يا عمي انت فاشل، انت فاشل وعيالك فاشلين يا عم مرتضى، وافهم الحته دي كويس. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كرهتونا في النادي وكرهتونا في بعض، وعملتوا التعصب، وعملتوا كل حاجه وحشه انتوا السبب فيها، انتوا السبب فيها. يا مرتضى منصور الخطيب افضل منك، الخطيب افضل منك، الخطيب انجح منك. يا ريت توصلوا له الكلام ده. انت بني ادم فاشل، انت بني ادم ما نافعش في حاجه. انت لو نافع في حاجه ما كنتش مسكت نادي الزمالك. انت لو كنت، حتى لما كنت مستشار ما كنتش فالح. لو كنت فالح كنت كملت في منصبك. بس انت بني ادم فاشل. واللي دخلك اداره الزمالك يا اخي ده صالح سليم طار وراك من النادي الاهلي. ده انت يوم ما بتطلع وتقول انا معايا كارنيه عضويه النادي الاهلي، دي جراس للزمالك. بس انا مش عارف الجمعيه العموميه عشان خاطر تيت، الجمعيه العموميه دي عشان خاطر تيت هم اللي سكتوا عليك. كان اقسم بالله من يوم ما طلعت وقلت انا ادي كارنيه النادي الاهلي، اقسم بالله كان طار وراك. بس عشان كله بيطبلوا لك. انا عاوز اشوف دلوقتي الناس اللي شغاله تهز فلوسها دي
بعد اللي حصل هيهز فلوس مين تاني؟ انتوا مش عيب عليكم؟ مش خايفين؟ مش خايفين من ربنا لما تقعدوا تنافقوا؟ اللي يجي لك يقول لك ايه، والله انا من كتر التليفوني من كتر الرنات عشان مش عاوزين مرتضى يتنازل او يسيب النادي، التليفون يا عم التليفون مين يا عم الطبال، يا عم الطبالين، ان على ابوكم كرهتونا في النادي. سلام عليكم.